سلام البنات، مرحبا بكم في قناتكم عالم هبة. إذا كنتم من الزوار الجدد لقناتي نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس، وما تنسوش تتابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية ليصلكم جديدي لحظة نزوله. هناك العديد من المشاكل المزعجة التي تواجه البشرة، ومن أهمها آثار حب الشباب التي تشوه مظهر البشرة وتسبب الإحراج عند الكثير من الأشخاص. للحصول على بشرة صافية ونقية هناك عدة نصائح يجب اتباعها من أجل الحصول على النتائج المرضية والمطلوبة، لكن ضروري قبل ذلك أنك تتخذي بالأسباب وتتبعين هذه النصائح لإزالة آثار حب الشباب نهائيا. لا تستهين بهذه الوصفات وهذه النصائح أخواتي، اتبعوها خطوة خطوة. أولا ضروري من شرب كمية كبيرة من الماء ليمنح الترطيب اللازم للبشرة من الداخل والخارج، ويزيل السموم من الجسم ويحافظ على البشرة النضرة تنبض بالحياة. 2. غسل الوجه بالماء الفاتر مرتين يوميا لإزالة الأوساخ العالقة على البشرة، أو استعملوا الغسول الطبيعي اللي راح نعمله في الوصفة اليوم. الإكثار من تناول الخضروات الفواكه بأنواعها خصوصا الطازجة والنيئة. تناول عصير الفواكه الطازجة بكثرة. ممنوع تعريض البشرة لأشعة الشمس المباشرة، دايما ضعوا واقي شمس يكون يحميكم. تجنبوا التواجد تحت أشعة الشمس، هي خطر على البشرة. عدم تناول الأطعمة الغنية بالدهون، البيتزا، الهمبرجر، المقليات، البطاطس المقلية، الدهون، يعني هذه تؤذي البشرة من الداخل على المدى البعيد. ابتعاد عن تناول المكسرات الغنية بالدهون، الحلويات، السكريات بأنواعها. استخدام الكريمات المناسبة للبشرة الدهنية أو البشرة التي فيها آثار حبوب الشباب، ويفضل استشارة الطبيب المختص في ذلك. اليوم حضرت لكم روتين مثالي من غسول وتقشير وخلطات وتونر للعناية بالبشرة التي فيها آثار حب الشباب أو أي حبوب مزعجة في الجسم أو آثار أي ندوب أو تصبغات لا تريدينها في بشرتك. تابعوني أخواتي مع هذا الروتين خطوة خطوة. أولا نعمل الغسول. أهم عنصر في هذه الوصفات هو الخيار. الخيار يعد رمز للجمال الطبيعي للبشرة، يزيل آثار الحبوب والندوب، يسقل الوجه، يصفيه، ينقيه، يزيل مشاكل البشرة، التجاعيد، الترهلات، الخطوط التعبيرية، وفي نفس الوقت يفتح اللون ويزيل الحبوب وآثار حب الشباب. نأخذ مثلا حبة خيار، أبشريها بقشرها نيئة. نريد أن نتحصل على مبشور الخيار ونستخلص عصيره. أولا نحتاج إلى الغسول. هذا الغسول استعمليه يوميا. خذي مثلا 3 ملاعق أو 4 من عصير الخيار، ضيفي لها عصير ليمون الحامض، وبإمكانكم إضافة زيت جوز الهند الأصلية. إذا غير متواجدة لا تضيفيها. بقطنة اغمسيها ومرريها على الوجه يوميا، مساء طبعا، لأنه في عصير ليمون، لا تستعمليه في الصباح. مرريه على الوجه بلطف بقطنة، ثم اشطفي الوجه بالماء الدافئ واستعملي المقشر مرتين أو 3 في الأسبوع. عصير الخيار البيور ضيفي له السكر الأسمر، ممتاز للبشرة، ملعقتين. وإذا كان غير متوفر عندك السكر الأسمر استعملي السكر الأبيض العادي، وضيفي له القليل من العسل إذا تواجد. إذا لم يتواجد استغني عنه. قومي بتقشير البشرة بفرك دائري ناعم من الأسفل إلى الأعلى بالطبطبة والتقشير الناعم. اغسليه بماء دافئ واستعملي الماسك. ننتقل الآن إلى خلطة الماسك اللي تداومي عليها يوميا ربع ساعة. تزيلك آثار الحبوب وتزيلك التصبغات وآثار الندوب وأي مشاكل موجودة في البشرة تزيلها بإذن الله. حبة خيار أبشرها، استخلصي مبشورها. أما هذاك المبشور قومي بعصره واستخلصي العصير أيضا. الخيار متواجد في جميع الفصول وفي جميع دول العالم، وفوائده غنية ورهيبة.
نضيف لها الحليب المجفف، حليب بودرة. في الدول العربية عندهم نيدو ممتاز، احنا في الجزائر عندنا لويا ممتازة أيضا. حليب بودرة ممتازة، أما إذا كان غير متوفر عندك حليب بودرة استبدليه بالحليب العادي أو مسحوق جوز الهند. نخلط الحليب المجفف مع عصير الخيار ونضيف له دقيق الزرع، الشعير، دقيق الشعير، دقيق الزرع. يباع عند العطار ويباع في المحلات، اسمه في محلات المواد الغذائية أو العطارين اسمه دقيق الزرع، وليس دقيق القمح، هو دقيق الشعير مطحون. اشتريه واطحنيه في البيت أو اشتريه جاهز مطحون، انخليه واستعمليه، يحتاج إلى ملعقتين. يزيل آثار حب الشباب، يعطي صفاء ونقاء للبشرة، راح تلاحظي النتيجة بنفسك. على بشرة نظيفة طبقي هذا الماسك على كل الوجه، حتى على دائرة العينين بإمكانك استعماله. ربع ساعة أو 20 دقيقة يوميا، ماسك آمن ولا يضر أبدا. وبعد ذلك حاولي اغسله بماء دافي وكرري العملية بماء بارد ورشي التونر. التونر إذا كان من الصيدلية استعمليه، أو رشي تونر ماء الأرز، صنعيه بنفسك في البيت. الأرز العادي الأبيض اللي تطبخيه وتعمليه في السلطات، ضيفي له الماء المغلى جدا. اتركيه نصف ساعة حتى ساعة يتخمر جيدا، لا تطبخيه. ثم قومي بتصفيته في قنينة هكذا واستعمليه كبخاخ للوجه كتونر. رشي به البشرة كاملة بعد هذاك الماسك. يوميا رشيه، اتركيه ربع ساعة نصف ساعة ومسحي الوجه بقطنة مبللة بماء بارد ورطبه. وبإمكانكم استعمال التونر الموالي أيضا. عندنا الماء العادي جدا، طبعا يكون ماء خالي من الكلس، من يعني في قنينة مسعيد احنا في الجزائر نسميه ماء معقم. ضيفي له قطرات من الزيت الأساسي لشجرة الشاي، هو قاتل للبكتيريا ويعالج آثار الحبوب وينقي البشرة الدهنية. بإمكانكم استعماله. ضيفي قطرات في قنينة تكون كبيرة. طبعا مسحي قطنة في هذا الماء ومرريها على الوجه بعد الوصفات يوميا. هذا يمنع تواجد البكتيريا، يمنع انتشار الحبوب، يعالجها أيضا، خصوصا مع هذيك النصائح اللي حكيت عنها. وطبعا قبل البداية بعلاج آثار حب الشباب يجب علاج حب الشباب بطريقة صحية حتى لا يتسبب بظهور ندب جديدة، لأن حب الشباب يعتبر أحد أنواع الالتهابات الجلدية، لذلك يجب معالجته قبل التخلص من أثره على البشرة. عدم ضغط حبوب حب الشباب ومحاولة فقعها أو فقسها، لأن هذا يتسبب بحدوث آثار دائمة حتى لو كانت تلك الحبوب مؤلمة وتحتوي على خراج أو صديد، وخاصة في الحالات التي تكون فيها حبوب كبيرة وملتهبة لا تفقسوها. تجنب لمس الوجه، إذ تتنقل البكتيريا من اليدين إلى الوجه مسببة في ذلك انسداد المسام. وفي حال الشعور بتهيج حب الشباب يجب استخدام مناديل لطيفة لمسحه. تجنب التعرض لأشعة الشمس بكثرة. في حال وجود آثار حب الشباب فإن التعرض لأشعة الشمس قد يجعلها دائمة ويصعب علاجها. اختيار مستحضرات التجميل بعناية، خصوصا الفونديشن، البرايمر، الكريمات لازم تكون نوعية جيدة، لأنها تتغلغل البشرة وتسد المسام وتخترق الجلد، وهذا ما يسبب آثار دائمة لحب الشباب. ابتعاد عن التوتر والإجهاد العاطفي، الابتعاد عن التدخين أيضا للمدخنين، النوم لعدة ساعات كافية يوميا، شرب كميات كافية من الماء، على الأقل لترين لترين ونصف يوميا.
نتمنى إن شاء الله تداوموا على هذه الوصفات، وهذه النصائح اللي حكيتها هي من ذهب، تعطيكم نتائج مثالية. إذا كنتم من الزوار الجدد لقناتي نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس، وما تنسوش تتابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية ليصلكم جديدي لحظة نزوله. شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء. سلام.